إذا كان ذلك شركهم أخف وقاتلهم النبي، طيب المعاصرين إيش نسوي فيهم؟ نبيدهم إبادة. وأنا الآن أود أن أتلو عليكم كيف طبق الشيخ بن عبد الوهاب هذا الفكر، فكر المجازر، فكر الذبح والسلخ. ولم أذكر كل المجازر التي فعلها ابن عبد الوهاب، لكن سأذكر ما فعله في عمان وفي قسم أهل الباطنة خصوصا، الذين ينساق بعضهم إلى هذا الفكر ويعمى عليه ويتبعه ويدافع عنه وينافح. ماذا فعل فكر ابن عبد الوهاب؟ لعلمكم عمان دخلت الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، وقد ذكرت ذلك في محاضرة عنوانها صفحات عمانية، أليس كذلك؟ ذكرت هناك أن عمان دخلت الإسلام كلها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله وهو عن أهلها راض، ثم تولى خلافة أبو بكر فما قاتلهم، وتولى عمر فما قاتلهم، وتولى عثمان فما قاتلهم، وتولى علي فما قاتلهم، بل وتولى حتى معاوية وما قاتلهم، إلى أن جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وفعل ما فعل، وهارون الرشيد وغيرهم. الآن لما جاء النابغة الإمام محمد عبد الوهاب اكتشف أنها العمان مشركين. شوف إيش فعل في العمانيين، اسمعوا ماذا فعل بأجدادكم في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، تأليف عثمان بن بشر النجدي، الجزء الأول، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، طبعة محققة ومنقحة. طبعا هذا الكتاب يتفاخرون به ويتداولونه هناك عندهم كثيرا. في صفحة 185 إيش يقول المؤرخ؟ يقول ثم إن سعود أرسل إلى عمان عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة وعدة رجال من أهل نجد، وأمرهم بنزول قصره البريمي المعروف في عمان. مطلق المطيري بجيش من أهل نجد، وأمر أهل عمان بالاجتماع عليه والقتال معه، أتباعه طبعا. وأود أن أوقفكم عند أمر هنا، لما يؤمر أتباع من أهل عمان، أتباع الفكر النجدي الوهابي، يأمرهم بقتال أهلهم وذويهم وأهل أوطانهم. تأملوا هذه، سأقف عندها وقفة فإن نسيت ذكروني. يقول مطلق المطير بجيش من أهل نجد، وأمر أهل عمان بالاجتماع عليه والقتال معه، فاجتمع عليه مقاتلة أهل عمان مع ما معه من أهل نجد، فقاتل أهل الباطنة صحار ونواحيها ومن تبعهم، ورئيسهم يومئذ عزان بن قيس، وقاتلوا سعيد بن سلطان صاحب مسكت، ودام القتال بينهم، وقتل من عسكر عزان مقتلة عظيمة بلغت القتلى نحو 500 رجل. ثم إنه اجتمع مطلق المطيري جميع من هو من رعية سعود من أهل عمان، فنازل ثم إنه اجتمع مع مطلق المطيري جميع من هو من رعية سعود. من وين؟ من أهل عمان، رعية سعود من أهل عمان. فنازل أهل سحار بألوف من المقاتلة، ودخل السنة 25 وهم على ذلك يقتلون ويغنمون. وأخذ مطلق ومن معه قرى كثيرة من نواحي سحار من أهل الباطنة، بايع غالبهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ولم يبق محارب إلا مسكت ونواحيها مملكة سعيد وما تحت ولاية عزام من سحار، وغنموا منها غنائم كثيرة. وبعثوا الأخماس إلى سعود في الدرعية. الأخماس يعني أنهم عاملوهم معاملة المشركين، لأن أموال الموحدين لا تخمس، أموال الموحد لا تخمس، وإنما يخمس مال المشرك. وقوله وبعث الأخماس إلى سعود يدل على أن أهل عمان في نظرهم مشركين، ما ليسوا من أهل التوحيد أصلا. الآن أود أن أوقفكم عند تعاون هؤلاء أهل عمان من الوهابية مع سعود الغازي. يدلكم على إيش؟ يدلكم على أن الوهابية لا ولاء لهم لأوطان أبدا،
وليش معنى هذا؟ هؤلاء من أهل عمان يقاتلون أهلهم من أجل خاطر واحد غازي؟ يدلكم على أن هؤلاء لا ولاء لهم لأرضهم ووطنهم أصلا، وإلا لماذا قاتلوا معه؟ ولما سفكوا الدماء الموحدة المسلمة؟ متى أشرك أهل عمان حتى تسفك دماؤهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.